نتكلم مع بعض دلوقتي عن التوتال ريورد. والتوتال ريورد هنا هو بيعرفك وبيخش في جزء من الرولز اللي قلناها عند الاتش ار. هو اول حاجه احنا بنعمل لها اتراكت، وبعد كده ريتنشن وديفلوب. احنا عندنا جزء دايركت وجزء اندايركت. الدايركت هو الكومبنسيشن، التعويضات. هو بيديك تعويض عن وقتك، عن اكسبيرينس بتاعتك، عن الاديوكيشن بتاعتك. فهو هنا الجزء بتاع الكومبنسيشن. الاندايركت هو الجزء بتاع البنفيتس. والدايركت عندنا هنا هتلاقيه كله فاينانشال، هو كله فلوس، وبيعتمد على تايم بيزد او بيرفورمانس بيزد. انت النهارده لو شغال مع الشركه جاي تخلص شغل معين، فانت في تايم بيزد حققته. لو انت موظف في الشركه بتيجي من 9 ل 5 عندك كل يوم بتشتغل طول الوقت معانا، فانت برضو ده تايم بيزد. في جزء بيرفورمانس، انت لو حققت كي بي ايز معينه او البرفورمانس بتاعك فهتاخد البونص، او لو انت سيلز هتاخد الجزء بتاع الكوميشن. وعندنا هنا سالري وعندنا ويج. سالري للناس اللي هي شغاله معانا على طول، ده موظف بيجي عنده وقت محدد بيجي يشتغل معانا، ده سالري. اما لو في حد جاي يعمل خدمه معينه للشركه، او جاي كونسلتنت معين، او فريلانس بيقضي حاجه وخلاص وهيمشي، اللي بياخده ده اسمه ايه؟ اسمه ويج. فالجزء الدايركت هنا هو كله ده الكومبنسيشن وفاينانشال بيمنت، كله خارج فلوس من الشركه وداخله جيب الموظف كايه؟ كفلوس. ده الجزء الكومبنسيشن.